كان جاهز لمجموعات فلسطينيه بتحاول ترفق القضيه. في اللحظه دي النشطاء في القاهره يوم 1 يناير رفضوا انهم يسكتوا، نظموا مسيره في دوران شبرا، قالوا احنا بنرفض اللي حصل ده بمناسبه تفصيلا. المسؤول عن التفجير مش جماعات اسلاميه، مش تنظيمات متطرفه، المسؤول عن التفجير هو حبيب العدلي، جهاز الداخليه، نظام مبارك القمعي. اتحرك الشباب، عملوا مظاهراتهم، لفوا شارع شبرا يوم 1 يناير و2 يناير و3 يناير. كان الالاف من الاباط والنشطاء المسلمين بيجوبوا شوارع امبابه وشبرا، بيهتفوا ضد نظام مبارك، بيهتفوا ضد حبيب العدلي، بيهتفوا ضد الداخليه، بيقولوا احنا عارفين عدونا بشكل واضح، عدونا مش تنظيمات اسلاميه، اللي حصل ده مش فتنه طائفيه، عدونا هو اللي بيحمي الارهاب، اللي بيزرع الارهاب، اللي بيتسبب في عمل التفجيرات عشان يثبت دعامات نظامه المستبد. عدونا بشكل رئيسي هو حبيب العدلي. ما حدث في 3 يناير والهتافات اللي كانت بتروج شارع شبرا ضد حبيب العدلي وضد مبارك ونظامه خلت الداخليه يقولوا مش ده اللي احنا كنا عايزينه، احنا كنا عايزين اللي يحصل انها تولع بين المسلمين والاباط، ما كناش مستنيين انها النهايه تتقلب علينا وان الالاف يخرجوا ضد نظام مبارك. يوم 4 يناير اتحدد اعتصام في كيس مسره على مجموعه من المطالب، كان اهمها قانون دور العباده الموحد ومحاكمه المتسببين في الاحداث. اعلن النشطاء السياسيين تضامنهم بالكامل مع الاعتصام، تواجدوا في الاعتصام. اتحركت قوات الداخليه، قمعت الاعتصام، اتعدت بالضرب على النشطاء والمتظاهرين، وبعد كده صفت المتظاهرين واختارت 8 من النشطاء المسلمين المحددين سلفا بالاسم من امن الدوله، ولبسوا القضيه كلها وعملوا لنا في قرب مجموعه من القضايا، منها حرق الضرعات والاعتداء على منشآت عامه ومنشآت خاصه واصابه مجندين شرطه. القضيه اتحالت للنيابه، سرايا النيابه خرجتهم بضمان محل قيمتهم من اول تحقيق. بعد كده اتحدد ميعاد لجلسه القضيه، اتاجلت اكثر من مره لحد ابريل 2012. ابريل 2012 بعد الثوره، بعد خروج الملايين في المظاهرات في الشوارع، بعد كسر حاجز التظاهر، كسر حاجز منع التظاهر ومنع الاعتصام ومنع الاضرابات، القاضي بيحكم على النشطاء بسنتين سجن، قاضي مدني بيحكم على مجموعه من النشطاء السياسيين وبيتهمهم بانهم مش نشطاء سياسيين، وان الثوره السلميه بريئه منهم، ان دول مجموعه من البلطجيه. انا ما اعرفش مين دول، ودول لازم يتحاكموا عشان يبقوا عبره لشباب الثوره الاغبياء الاطهار الابرار اللي ما نعرفش هم مين لحد دلوقتي. بشكل رئيسي الناس استغربت من الحكم، بس احنا كنا عارفين ان نظام مبارك لم يسقط في 11 فبراير. محاولات المجلس العسكري لايهامنا بان نظام مبارك سقط ما صدقناهاش. المجلس العسكري هو تكمله لنظام مبارك، المجلس العسكري ماشي على نفس الخط، المجلس العسكري بيستخدم نفس ادوات نظام مبارك القمعيه، النشطاء بيطاردوا الطريقه اللي كان بيستخدمها حبيب العدلي بيتم استخدامها حتى الان. فض الاعتصامات، تنفيذ القضايا، حساب النشطاء بيتم بنفس الشكل بنفس الطريقه. جهاز امن الدوله تم تغيير اسمه وموجود لحد دلوقتي تحت اسم جهاز الامن الوطني، لحد دلوقتي في الطليعه الثوريه بيتم اضطهاده بشكل ممنهج ومعتمد نظام المجلس العسكري ونظام مبارك. احداث العباسيه الاخيره قدمنا فيها رساله واضحه للشارع المصري قريبه من الرساله اللي قدمناها في اعتصام مسرة. لما خرجنا مع الاباط في مظاهراتهم في شارع شبرا كنا بنقول احنا مع حق الشعب المصري كله في انه يستخدم ادوات الاحتجاج السلمي في الاعتراض على السلطه اللي بتقمعه وبتسرق حقه. احنا مع الاضراب، مع
التظاهرات مع الاعتصامات كلها ما دام بتتم بشكل سلمي. قررنا ده في المظاهرات العباسيه، رفضنا الكلام اللي كانت بتقوله بعض المجموعات حوالين اللي في العباسيه دول فصيل مختلف عننا مش هنروح نتضامن معاهم. قلنا بشكل واضح حتى لو فصيل مختلف عننا وحتى لو مش متفقين معاهم في الاهداف، بس مجرد استخدامهم لادواتنا في الاعتصام السلمي، مجرد خروجهم للشارع وضد المجلس العسكري وضد حكمه، احنا متضامنين تماما مع اي تحرك على مطالب الثوره، متضامنين تماما مع اي فرد بيتم قمعه وبيتم اضطهاده داخل الدوله. رسالتنا بشكل رئيسي كنا بنقولها قبل الثوره، اذا كان التضامن مع اثبات التهمه فكلنا متهمون، النهارده بنقول اذا كان التضامن مع اي فصيل بيتم اضطهاده وقمعه ورفض استخدامه لادواته في الاحتجاج السلميه فاحنا كلنا متهمون، احنا متهمون كلنا بالتضامن مع اي فصيل ايا كان درجه اختلافنا معاه، اذا كان بيتم اضطهاده وقمعه من قبل هذا النظام الاستبدادي. نبدا اللقاء بتاعنا النهارده بكلمه الشباب مع زميلنا الناشط خالد عبد الحميد.